السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير كلكم. معاكم قناة الأكل على أصوله من مطبخ أم لولو. النهاردة هنقدم لكم الكفتة بتاعت كفتة الرز. الكفتة دي سهلة وجميلة وأظن كل البنات عارفاها، وهي جميلة جدا بصراحة وموفرة. احنا يعني بنضيف شوية حاجات كده عليها، بنخلي طبعا الربع كيلو بيبقى بسم الله ما شاء الله نص كيلو بالإضافات بتاعتنا. هي سهلة جدا وما فيهاش أي صعوبة. المقادير بتاعتنا: كوباية رز مطحون. كوباية الرز دي تغسليها من بالليل وتنشفيها كده في مصفى. تاني يوم هتكون ايه، يعني النشا راحت منها وكده، هتطحنيها في المطحن بتاع الخلاط الصغير، يبقى زي الدقيق كده. خلاص، دي مقادير الربع كيلو. طبعا الربع كيلو بسم الله ما شاء الله بيقطع، برضو الظروف بتاعت الناس برضو مش كويسة اليومين دول والغلا. فالكفتة ديت منها ان اكلت العيال حاجة كويسة وفيها لحمة، وفي نفس الوقت ايه، بتبقى طعمة وجميلة وموفرة علينا. يعني انت ممكن تضاعفي الكمية. عندك الربع كيلو، الربع كيلو ده ربع لحمة مفرومة، وعندي كوباية رز مطحون ناعم، وعندنا 5 فصوص توم وكزبرة وملح وفلفل اسود ومعلقة 7 بهارات وكمون. وعندنا هنا يعني تشكيلة كده، كم كل من كل حاجة كم عود: الكزبرة والشبت والبقدونس. ماشي. وعندنا بصلاية صغيرة على الربع كيلو، وقرن فلفل صغير. اللي مش عايزاه خلاص براحتها. بص يا بنات، في خطوة مهمة هنقولها. الربع كيلو لحمة ده بيقطع حلو جدا، بس عشان تستخدميه صح ويقطع معاكي، تحاولي ايه انك انت تظبطي المقادير بتاعتك. عندك الكزبرة والشبت والبقدونس مش هناخد العيدان بتاعتها. ليه بقى؟ لان هتنزل ميه، العيدان كلها ميه فمش هتنفع خالص. فاحنا عايزين كفته حلوه ومظبوطه معانا، وتقطع معانا وتبقى جميله، ما تفكش منك ولا تفرول منك. فهي المقادير دي ان شاء الله هتكون مظبوطه خالص. انت هتاخدي الاوراق بتاعه العيدان دي، بتاعه الشبت والكزبره والبقدونس، الاوراق بس، وتقطعيها في الكبه. طبعا احنا بنعمل كمية قليلة عشان ممكن واحدة وجوزها فردين 3 مع بعض. دي هتكفي حلوة جدا مع طبق رز مفلفل وكده، هتبقى في منتهى الجمال. هنضرب اوراق الخضرة بتاعتنا المشكلة، وبصلاية صغيرة، وقرن الفلفل، ونحط الثوم والكمون ومعلقة من ال7 بهارات والفلفل الاسود والملح، نحط كله مع بعض ونضربه في الكبة. بسم الله الرحمن الرحيم. لازم ننعم الخضرة والتوابل والحاجات دي كويس جدا يا بنات في الكبة. وهنحط الرز بتاعنا ونضرب ايه الكبة شوية شوية. وبعد كده بعد ما يتجانس الخليط كله بنضيف اللحمة ايه، وهنرجع لكم بإذن الله بعد ما نضرب الكمية دي. ورجعنا لكم يا بنات بعد ما فرمنا الكفته، واهي شكلها النهائي، شكلها جميل والله وطعمها احلى. وان شاء الله هتعجبكم، وهي موفره جدا. واحنا كنا مجهزين قبل الحلقه
حبة برضو وعملناهم بنفس المقدار عشان نعملهم مع بعضينا واوريكي تصبعهم ازاي، لان دي لسه طالعة من الكبة وكده، فلازم تريح شوية في التلاجة. فاحنا هنعمل من القديمة. ماشي، احنا غاسلين ايدينا كويس جدا وهنعمل صوابع، ومعانا زيت نبل ايدينا زيت كده. بسم الله الرحمن الرحيم. وتعملي صوابع كده، بصي براحتك، ممكن تعملي صوابع، ممكن تعملي كور، بتبقى شكلها جميل وطعمها احلى بصراحه، وهتقطع معاكي جدا. معروفه كفته الرز دي ممتازه بصراحه. هصبع الكفته دي مع دلوقتي وهرجع لكم حبايبي. شايفين يا بنات بعد ما عملنا الكميه ده ربع كيلو، شايفين بسم الله ما شاء الله شكله كتير وبيدي ما شاء الله. هنحطه في زيت سخن ونحمرها. احنا الفيديو ده هنعمل الكفته المحمره بس، هي كده كده في ناس بتعملها بالدمعه، وفي ناس بتعملها في طاجن بطاطس، يعني هنعملها على كل اشكالها، بس احنا عملنا دي الفيديو لوحده عشان تقدر توصلك المعلومه. احنا عايزين كل البنات تبقى عارفه ومستسهله كل حاجه، مش عايزين اي حاجه صعبه عليكم حبايبي. هنسيبها لغايه ما تحمر. بعد كده نطلعها على ورق المطبخ، مناديل المطبخ. شايفين يا بنات اللون؟ شايفين لون الكفته جميل ازاي؟ احنا كده هنطلع لغايه كده كفايه قوي. حتى لما بتتحط في الدمعة بتزيد وبتبقى جميلة. يعني الربع كيلو ده ممكن يكفي 3 افراد بسم الله ما شاء الله بالراحة، ما بتفكش منك زي ما انت شايف. وكفاية طعمتها والله جميلة بصراحة. شايفين طاستين مليانين اهو. شايفين يا بنات؟ بصوا لونها ذهبي وحلو قوي. عايزه اقول لكم ان ربع كيلو عمل طبق مليان ما شاء الله. ولسه بقى لو اتحط في الدمعه واتحطت بطاطسايه كده مقطعه عليه، هعمل لكم فيديو تاني ان شاء الله عشان تشوفوا الكفته الدمعه المصري بتاعتنا الحلوه الجميله. ماشي، وده شكل الكفته بتاعتنا النهائي يا بنات، وان شاء الله يعجبكم. ولو عجبكم الفيديو لايك وشير وسبسكرايب على القناه عشان يوصلكم كل جديد ان شاء الله، وتاكلوها بالف هنا يا حبايبي.